اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم اميره سلامه، والنهارده ان شاء الله هنعمل القطايف الحلوه دي. هنعمل العجينه والحشو في البيت، مش هنشتري اي حاجه من بره. طبعا انضف واحلى واوفر بكتير قوي كمان. مش هتاخد في ايدك وقت خالص، في 10 دقايق هتكوني عامله العجينه، وفي 10 دقايق هتحشيها وتقليها. بس قبل ما نخش على الوصفه وتشوفي الفيديو، يا ريت تدعيلي دعوه حلوه من قلبك في الكومنتات، وتعملي لايك حلو منك، ولايك وشير لو عجبك الفيديو. عندي هنا في الخلاط، ممكن تعمليها على ايدك عادي من المضرب اليدوي، وممكن من المضرب الكهربائي، اي حاجة هتطلع حلو. عندي هنا مشفشق الخلاط اللي موجود في كل بيت عادي. هنزل ب4 كوبايات من المية، معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، معلقة كبيرة من السكر، ذرة من الملح، باكت من الفانيليا، معلقة صغيرة من البيكنج باودر. وزي نفس الكوباية اللي عايرت بيها المية هعاير بيها دقيق، 4 كوبايات من الدقيق. طبعا الدقيق نخلينه عشان نضمن ان هو مفيهوش اي حاجة. وخلاص على كده، يبقى كده عملنا العجينة. هنضربها كويس جدا بقى في الخلاط. اضربي كويس جدا لغاية اما تتأكدي ان كل المكونات امتزجت مع بعض. هنا ضربت شوية، هطفي بقى وهنزل الجوانب بتاع الخلاط كده، عشان دي بتركز في الجوانب، عشان تبقى كلها المكونات ممتزجة مع بعض كويس. شلت كده الغطا اهو. هنزل بقى اللي في الجوانب دي، اللي في الجوانب ده، عشان انا مش عايزة العجينة فيها اي تكتلات خالص. كده خلاص نزلت كل الجوانب. هدي ضربة كويسة كمان بقى تاني. شايفين؟ ولا اسهل ولا احلى من كده، والمكونات موجودة في كل بيت. ضربتها كويس قوي اهو. انا بضرب كذا مرة عشان اتأكد بس ان هي مفيهاش اي تكتلات، وكده ابقى خلصت ضرب فيها. هحضر بقى معايا اي بولة كده ومصفى. لازم عجينة القطايف تتصفى يا جماعة، عشان لو فيها اي تكتلات نتخلص منها. بصوا، عشان احنا ضاربين العجينة كويس جدا، اتصفت لوحدها خالص اهي. شايفين؟ ما شاء الله المصفى نظيفة اهي. بس لازم الخطوة دي. كده خلاص تمام. خلصنا العجينة، هنغطيها بقى ونركنها على جنب لمدة ربع ساعة او تلت ساعة، على حسب الجو اللي انت فيه. بس لازم نسيب العجينة ترتاح وتخمر معانا، لازم. شايفين السمك بتاعها اهو، خفيف وواضح قدامكم اهو. بس اهم حاجة الكوباية اللي تعايري بيها المية هي الكوباية اللي تعايري بيها الدقيق. كده خلاص هغطيها بقى واركنها على جنب. وطبعا انا بعمل الشربات واركنه من قبل ما ابدا في العجينه عشان يبرد معايا. الشربات عباره عن 3 كوبايات من السكر، عليهم 1.5 كوباية من الميه، وعصره نص ليمون، وارفعهم على النار لغايه ما يغلوا كويس جدا 5 دقايق. وبعد كده ادخله التلاجة يبرد تماما معايا. شربات القطايف بيبقى تقيل يا جماعه. هنا بعد تلت ساعه العجينه خبرت معايا اهي. ضروري لازم اخرج كل الفقاعات الهواء اللي فيها. ضروري الضربه اللي من المعلقه دي نخرج كل التخمير اللي فيها. هحطها بقى في اي شفشق او اي حاجه ليها بوز معايا كده عشان تسهل عليا وانا بعمل. ولازم تكون عندي طاسه او صينيه او اي حاجه ما بتلزقش اعمل فيها. رفعتها على نار متوسطه كده، الطاسه سخنت معايا، هروح نازله بالعجينه على طول. طبعا تصغريها تكبريها اللي انت حباه. شايفين معنى الفقاعات اللي على الوش دي؟ ان عجينتنا ممتازه وحلوه جدا. لو ما فيهاش الفقاعات دي، يا اما الخميره بايظه معاكي، يا اما انت خليتيها تقيله، يا اما انت ما خليتهاش تخمر اصلا. شايفين؟ كده تمام. انا بقول لكم هنا انا جبت طبق وضروري من الفوطه عشان نطلع عليها على طول القطايف اللي احنا هنعملها. بعرف منين ان هي استوت؟ بتلاحظوا لو الاطراف بتنشف اهي، العجينه البيضه دي بتغمق شويه كده، هي استوت معايا.
شايفين الظهر بتاعها حلو جدا كده. العجينة بتاعتي تمام. شايفين لونها؟ طلعوها فاتحة، ما تسيبوهاش غامقة قوي عشان لما تقلوها تاخد اللون الذهبي معاكم. لكن لو انت سبتيها تغمقي معاكي هتيجي تقليها هتغمق خالص معاكي، هتبقى كأنها محروقة. فخلي بالك من الخطوة دي في الاول. كل ما بطلع بروح مغطيه بالفوطة على طول. عرفتوا بقى احنا حاطينها في حاجة ليها بوز ليه؟ عشان تسهل معانا. شايفين معنى الفقاعات دي ان العجينة ممتازة معانا. اول ما الفقاعات والحاجات والوش ده ينشف تحسوا ان لونها غير كده كده خلاص هي بتبقى استوت. شايفين ظهرها حلو جدا. بس ضروري يا جماعة تكون طاسة ما بتلزقش، جرانيت تيفال الانواع دي. هتخلصي العجينة في 10 دقايق هتكوني مسوياها. هنا لزقت معايا، ما تخافوش مش مشكلة. اللي بشيله بحط مكانه على طول عشان ما اخدش وقت معايا. هنا خلاص كنت خلصت كل كمية اهو. شايفين ظهرها ولونها حلوة جدا. بس ضروري يا جماعة الطبق تكون فوقه فوطة وتغطوها بفوطة. هنا انا هحشيها النهاردة تمر سوداني. انا فاتحة التمر ده اللي هو البلح الطري، انا قسماه كده نصين. والسوداني انا بحب اسيبه سليم زي ما هو كده عشان ما يبقاش متكسر قوي. طبعا ممكن تحشي كريمة، بس طبعا انت هتقليها فاضية الاول، دي هنعملها في حلقة تانية ان شاء الله. ممكن تحشيها جوز الهند وزبيب وسوداني. ممكن تحشيها مكسرات اللي هو فستق وبندق وعين جمل والكلام ده. الحشوة المتاحة عندك اعمليها. وطبعا ممكن تبقى حادقة عادي. شايفين بتتشكل معايا بكل سهولة اهو، وبتتقفل معايا حلوة جدا، ما بتفتحش ولا اي حاجة. يلا بينا بقى نقليها في زيت غزير شوية على النار. لازم الزيت يغلي كويس معايا، يبقى مقدوح يعني، وحمرها فيه بكل سهولة. بس لازم تحمرها على نار متوسطة عشان تطلع مقرمشة معاكي. لو عليتي النار هتاخد لون بسرعة بس هتطرى معاكي. شايفين؟ هنا الشربات بتاعي تقيل اهو، زي ما قلتلكوا لازم يكون تقيل وساقع. طلعي القطايف على طول، حطيها في الشربات، قلبيها تقليبه كده بسرعه، ما تكمليش دقيقه، وروح حطها في مصفى تصفي على طول الشربات، عشان لو سبتها في الشربات هتطرى. ما تركنهاش ابدا في الشربات. شلتها وهحط مكانها على طول، عشان كده بقولكوا في 10 دقايق هتعملوها. اوعي تشتريها من بره تاني بقى، مفيش اسهل ولا ابسط من طريقتها. شايفين لونها؟ بنزلها كده في الشربات واروح مطلعها على طول في مصفى. شايفين لونها دهب ازاي وناشفه ازاي؟ بس ضروري تحمروها على نار متوسطه او هاديه شويه، لكن لو نار عاليه هتطلع طريه معاكم. كده خلاص خدت اللون الدهبي اهو على الناحيتين. هروح شايلها على طول حطها في الشربات، اديها تقليبه واحطها في مصفى تصفي الشربات بتاعها، واحط غيرها على طول. بالله عليكي بالله عليكي ما تنسيش تدعيلي دعوه حلوه من قلبك وتحطي لايك. بالله عليكم يا جماعه اللي يتفرج يحط لايك حلو منه. شايفين بقى؟ هنا انا خلاص خلصت كل الكميه اهو. طبعا الكميه دي لو هتشتريها من بره تشتريها بمبلغ وقدره، سواء العجينه بس او القطايف الجاهزه. مقرمشه من بره وطريه من جوه، والحشوه بتاعتها حلوه جدا. حشوه التمر دي يا جماعه حلوه جدا جدا، ومفيش اسهل ولا ابسط منها. ايه رايكم بقى؟ بالله عليكم مش هستاهل لايك ودعوه حلوه منكم وكومنت حلو منكم برضو؟ يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.